صباح الخير، يلا نغير في فطارنا ونعمل فطار هيحبه كل اللي في البيت. هيحبوا الصغيرين والكبار وطعمه خطير. اول حاجة هنا معايا كرواسون بقطعه زي ما انتوا شايفين. استخدمت حوالي 5 كرواسون حجمهم كبير، بقطعهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قطعوهم طبعا بالاحجام اللي تناسبكم. بعد ما اقطع كل ال5 الكرواسون اللي انا محضراهم، بعد كده هحطهم في الصينية اللي هدخلها فيها الفرن. انا وصفتي النهاردة هدخلها الفرن. هحط كل الكرواسون في الصينية وهسويه بالشكل ده وهدخله الفرن. بعد ما عملته كله هسيبه على جنب وهنبدأ نحضر الخليط اللي هنضيفه على الكرواسون. اول حاجة معايا 4 بيضات، لو حابين تزودوا الكمية شوية ممكن تضيفوا 5 6 زي ما انتوا عايزين. اكيد هنضيف عليها فانيليا ونص كوباية من السكر لو مش هنحط اي سيرب عليها من بره. كمان بحب اضيف رشة القرفة، دي بتديها نكهة حلوة قوي. ولو مش متوفرة ممكن رشة من الخل. طبعا رشة الملح اللي بتظبط اي حاجة. وبعد كده هضيف النهاردة كريمة الطبخ، هضيف كوبايتين من كريمة الطبخ. لو مش متوفرة ممكن نضيف لبن عادي بس عليه قشطة علشان يديله كثافة حلوة شوية. هنقلب كل الخليط ده مع بعضه كويس جدا. مهم قوي نقلبه كله لحد ما يبتدي السكر يدوب. بعد كده هناخد الخليط وهنضيفه على الكرواسون اللي احنا قطعناه. هنضيفه كله وهنسويه على الخليط بتاعنا، هنوزعه كويس قوي. وبعد كده بالسباتيولا وهبدأ أسويه. هساوي الخليط كله مع بعضه بالشكل ده. أنا عايزاه كله يتشرب من الخليط بتاعنا. وبعد كده هندخله الفرن على درجة حرارة 200 الرف وسط. هتاخد حوالي من 25 ل 30 دقيقة حسب فرن كل واحد. بعد كده أول ما يخرج من الفرن هسيبه يبرد بس دقيقة، وبعد كده هبدأ أضيف عليه باقي الإضافات. أنا النهاردة ضفت توت، ممكن طبعا نضيف أي فاكهة متوفرة عندنا. وضفت كمان فراولة. واخر حاجة بحب اضيفها السكر البودرة. وطبعا ممكن نضيف ميبل سيرب، عسل، او كمان اي صوص متوفر عندنا. وكده خلاص فطارنا جاهز يتقدم. خطير، لازم تجربوه. ولو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة. يومكم كله خير.